السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هو استكمال لأحداث ماتش النادي الأهلي والمصري، بس هنتكلم النهاردة عن الحالات التحكيمية اللي حصلت في الماتش. أنا واحد من الناس يعني بدي للتحكيم النهاردة في الماتش 8 من 10. التحكيم كان كويس إلى شكل ما، القرارات كانت محسوبة، الفار اشتغل بشكل كويس جدا. أول حالة معانا كانت الحالة اللي قدامكم دي حالة في الدقيقة الثالثة، فاول للنادي الأهلي للاعب تريزيجيه. طبعا الحكم حسبها زي ما احنا شايفين، الكرة واضحة ما فيهاش اي مشكله خالص. لعيب المصري خابط محمود تريزيجيه في رجله، فكان قرار الحكم ان هو يحسبها فاول للنادي الاهلي. كان قرار صح وما فيهوش اي شك. نخش على الحاله الثانيه نشوفها. الحاله الثانيه دي الحاله اللي كانت في الدقيقه الثامنه واتحسبت اوفسايد على النادي المصري، وكانت هجمه مرتده. الكرة هنا لو رسمنا الخط على الصورة هنلاقي فعلا ان اللاعب متسلل باجزاء بسيطة. الحكم كان قراره صح ان هو يحسب الكرة اوفسايد. الحالة اللي بعديها دي الحالة اللي في الدقيقة 17، فاول لأحمد السيد زيزو على منطقة جزاء نادي المصري البورسعيد. الكرة فاول، الكرة فاول زي ما احنا شايفين. لاعب النادي المصري داخل بركبته في رجل احمد السيد زيزو. خش على الحالة اللي بعديها وهي في الدقيقة 19، فاول على محمود حسن تريزيجيه وانذار للاعب. واحد من الناس هيقول لي لسه الماتش كان في اول تلت ساعه، ويعني حرام يعني ان الحكم يدي انذار للاعب في الدقيقه 19. هقول لك لا، مفيش حاجه اسمها كده. طالما الحاله استوجبت ان الحكم يديها انذار حتى لو كانت في اول ثانيه من الماتش، في اول ثانيه مش في الدقيقه 19 ولا حاجه، يبقى تستحق انها تاخد انذار. لان زي ما احنا شايفين في الصوره، محمود حسن تريزيجيه شادد اللاعب من التيشيرت قدام الحكم. الحكم امين عمر مفيش مسافه، يعني تفضل متر او نص متر بينه وبين اللعبه، فشافها وقضاها انها لازم تاخد انذار. لعيبه النادي الاهلي اتكلمت معاه، قال له يا كابتن لسه الماتش في اوله، لسه هيحصل التحامات، لسه هيحصل شد وجذب. قال لهم لا، الحاله تستوجب انذار. حاله في الدقيقه 30 وهو الكره بتاع جراديشار اللي الناس كلها قالت انها جون. انا واحد من الناس لما شفتها من زاويه تانية قلت انها جون. الزاويه اللي هي المقابله للمرمى اللي كشف لك المرمى بين الثلاث خشبات، لاول مره تشوفها هي الكره جون. بس لما جابوا الزاويه الجانبيه ديت لا، الكوره ما دخلتش. الكوره من على الخط باينه قوي، مش محتاجه فزلكه ولا محتاجه اي حاجه. جوده التصوير عندنا رايحه في داهيه، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب الحالات بشكل كويس بحيث ندي الحكام حقها وندي لكل فريق حقه. نخش على الحاله اللي بعديها وهي حاله في الدقيقه 50. الحاله دي الحكم امين عمر ما حسبهاش للنادي الاهلي. انا واحد من الناس شايف ان هي فاول. هتقول لي يا كابتن ده التحام طبيعي، اقول لك لا، مش التحام طبيعي. التحام طبيعي دي كتف في كتف. انا باجي وانت بتجري خبطنا في بعض، انما التحام طبيعي فين؟ انت وش يعني ايد لاعب المصري في وش احمد زيزو. يعني هي انا جايبها لك اهي، ايد لاعب المصري في وش زيزو. طب ازاي ما تتحسبش؟ والمشكله انها كملت، يعني هي كملت هجمه مرتده على النادي الاهلي. ما كانتش خطيره، بس في نفس الوقت احنا مش هنستنى ان الهجمه تتحول لخطيره. لا، هي طالما الكره استوجبت انها تتحسب فاول، احسبها فاول وصفر عليها. لانك ممكن في لقطه زي ديت يحصل هجمه على الفريق اللي انت ما حسبتلوش الفاول، الهجمه دي تيجي جون، تبقى انت كده ظلمت الفرقه بجون ملوش اي 60 لازمه. فانا كنت شايف ان الكابتن امين عمر كان يحسب الكره دي فاول لاحمد السيد زيزو. نخش على الحاله اللي بعديها وهي في الدقيقه 70. الحاله دي بالذات لعيبه النادي المصري اعترضت عليها. ليه اعترضت عليها؟ لان اللعبه ديت لما كملت اتحسبت ضربة جزاء للنادي المصري. يعني لو شفنا اللقطة كده، عيدنا اللقطة كده في ملخص الماتش او في الماتش، هنلاقي كابتن امين عمر صف حسب ضربة جزاء، ما عداش 3 ثواني بالظبط ولقيته رافع ايده ان الكرة تسلل. وفعلا الحالة تسلل على اللاعب المصري. اللاعب المصري متقدم بفدان لوحده، ما فيهاش اي كلام. قرار الحكم صح، لاين زمان واقف في مكانه مظبوط، فانا مش شايف فيها اي مشكلة، والكرة فعلا وصلت على النادي المصري. اللقطة اللي معانا اللي حصل عليها مشاكل كتير وهي لقطة ضربة جزاء أحمد سيد زيزو. ناس انقسموا نصين، نص بيقول لك ضربة جزاء ونص تاني بيقول لك الكورة دي مش ضربة جزاء. أنا واحد من الناس بقول لك الكورة دي ضربة جزاء مرتين. طب ليه ضربة جزاء مرتين؟ تعال أنا أقول لك. ضربة جزاء مرتين لسبب. أول مرة عندك الشد، يعني لعيب نادي المصري هنا أهو ماسك تيشيرت أحمد سيد زيزو وفي شد، ده أول حاجة. تاني حاجة عندك هو اللاعب خابط رجل أحمد السيد زيزو الشمال. انا هبينها لك في اللقطه دلوقتي، هي مش باينه في الكاد ده، هبينها لك في لقطه ثانيه. يعني بدايه الفاول هنا مش الشد، بدايه الفاول الخبطه، وزيزو خلاص جسمه بيميل عشان يقع، حصل الشد في التيشيرت. فالحكم في ثانيه لا ثانيه صفر وحسبها ضربه جزاء. كده كل الحالات
التحكيميه في ماتش النهارده، شايف ان اداء الحكام كان كويس. اداء الحكام كان كويس. تديهم كام من 10؟ قلت لك اديهم 7 من 10، اديهم 8 من 10، لان الاداء كان كويس. حاجه انا ملاحظها من اول الموسم على الحكام بالذات في ماتشات الاهلي، انا ما بفرجش على ماتشات الزمالك يعني الا من نادرا، الا اذا لو ماتش قمه يعني. ماتشات الاهلي او ماتشات الاهلي بشكل عام، الحكم يعني ايه ما بيسيسش اللعيب. انا واخد يعني كان الحكام واخده اوامر ان انا عندي اوامر، اي لعيب يعترض انذار، اي اداره هيعترض هياخد هو كمان انذار. مفيش تساهل، مفيش يعني مفيش حاجه اسمها لعيب في الاهلي ولعيب في الزمالك، لا اللعيبه كلها سواسيه. انت لعيب كبير على عيني وعلى راسي، بس انا ليا في الملعب عملت فاول يستحق انذار، هتاخد عليه انذار ايا كان انت بتلعب في انهي نادي. وبكده نكون خلصنا الفيديو. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.